السلام عليكم. هقدم النهاردة حلو، آه، جميل وكمان رخيص وسهل جدا، وممكن تستخدميه في الصيف أو في أي وقت، وفي رمضان بإذن الله. ده كان في رمضان. آه، هو عبارة عن حلوى، تلت 4 طبقات: طبقة مهلبية، طبقة بسكويت من غير أي زبدة. أول حاجة هنجيب في حلة، نحط لتر لبن، عليه صفارة بيضة ومعلقتين دقيق ومعلقتين نشا وكوباية سكر، وبنقلب كويس لحد ما يتجانسوا مع بعض، وبعدين بننقلهم على النار وبيفضل كمان نقلبهم لحد ما يوصلوا للقوام ده. بنحط فانيليا، معلقة سكر فانيليا كبيرة كده، ومعلقة تقريبا زبدة، يعني زبدة من نوع حلو يعني، وبعدين معلقة من بشر الليمون، وبنفضل نقلب لحد ما تختفي الزبدة وبشر الليمون. طبعا أنا قافلة النار بس السخنة لسه. بضرب بالمضرب لما هي بردت شوية، تسخنت شوية، فبضربها بالمضرب. بضيف ليها كوباية من الكريمة علشان القوام يبقى أنعم شوية يعني، ويسهل عليا إن أنا أحطه في يعني المولات بتاعتي. بتوصل للقوام ده بعد ما ضربتها كويس. وفي حلة تانية أو كزرولة اللي عندك، أحط كوبايتين مية عليهم معلقة ونص نشا، ومعلقة كبيرة عصير ليمون، ومعلقة بشر ليمون، وبحط نص يعني كوباية سكر، وبحط طبعا معلقة من اللون الأصفر، معلقة من اللون الأصفر عشان تديني اللون، لأن الليمون مش هيديني الطعم لكن مش هيديني اللون، فأحط معلقة صغيرة من اللون الأصفر، وبحطهم على النار وبقلبهم لحد ما يوصلوا للقوام ده. فببدأ أغرفهم فوق طبقات المهلبية، بسكويت مهلبية، وبعدين اللي هي طبقة مهلبية الليمون اللي فوق. انتي ممكن تعمليها بالفراولة، وممكن تعمليها بالبرتقال، وممكن تعمليها بالمانجا، بأي فاكهة انتي ممكن تكون موجودة عندك. بعد تصفيتها طبعا تعمليها. طبعا زي ما انتم شايفين انا هي بردت، بس قبل ما ادخلها هي عندي هنا مش محتاجة قوي التلاجة لان الجو بارد. في الوقت ده بحط طب بزينها طبعا بشرايح من الليمون، او زينيها بالطريقة اللي انتي تعجبك، حطي مكسرات او حطي اي حاجة تعجبك. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشاركوه وتعملوا لي لايك واشتراك للقناة، ادعموني يعني علشان يعني تخلوني يعني اتواصل. شكرا لكم. السلام عليكم.